جامعتنا على المنخار، وضرب الجامعة اللبنانية هو ضرب لمبدأ الدولة ومفهوم المواطنة ومستقبل شبابنا. قررنا نعلي الصوت ونتوجه لزملائنا بالكلية وبكل كليات وفروع الجامعة اللبنانية ونقول لهم إنه حقوق الجامعة اللبنانية مهملة ومسروقة. أولاً مهملة لما دولتنا تقبل بموازنة بتعجز عن تأمين أبسط اللوازم اللوجستية للجامعة من حمامات للمازوت والورق والسكيورتي وغيرهم. موازنة ما بتبلغ أكثر من 14 مليون دولار، أي أقل ب 18 مرة من الموازنة المعتمدة قبل الأزمة يلي كانت بتبلغ 250 مليون دولار. وهون بنسأل المعنيين، هيك عن جد بدكم الجامعة اللبنانية؟ ثانياً حقوق الجامعة اللبنانية مسروقة. ايه مسروقة؟ لما أكثر من 52 مليون دولار مثبتة سرقتها شركة الميدل ايست من درب الجامعة ورافضة تعترف فيهم، هيدي اسمها سرقة. لما رئيس مجلس إدارة الميدل ايست يلي قبض حق فحوصات البي سي ار بالدولار قرر بكل وقاحة انه في حال بده يردهم بردهم على سعر صرف 8000 ليرة. ايه لا، هيدي سرقة واكثر من سرقة كمان. لما محمد الحوت يتجرأ ويقول ما رح ادفع وروحوا ارفعوا علي دعوة ويفكر انه رح نستسلم لقضائه، بنقول له انت واهم، واذا في حدا لازم يخاف من الحقيقة هو انت مش نحن. ولكل حدا مراهن انه ننسى الملف بنقول له ما رح ننسى. ولكل حدا عم بدور على تسوية بنقول له حقوق الجامعة اللبنانية ما عليها تسوية، وال 52 مليون دولار بدها ترجع لاخر دولار. بالنهاية زملائنا بالجامعة للكادر الطلابي والإداري والتعليمي، اليوم ما كانت أول خطوة وأكيد ما رح تكون آخر خطوة. بنوعدكم إنه ما رح نوقف مكتوفي الأيدي، وبندعيكم ما تنسوا ولا تستسلموا، لأنه هيدا هو رهانهم. عشتم عيشة الجامعة اللبنانية.